السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناة وصفات سيدة جزائرية، وأرحب بجميع المشتركين. أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله نشارك معكم كسرة يابسة ولا كسرة مو ملح. حضرتها لوجبة غداء. بسم الله، ما نطولش عليكم ونبدأ معكم في تحضير الوصفة. هنا بالطبع جبت القصعة تاعي وحطيت فيها وكيلت الدقيق، كيلت 4 كيلات دقيق، كيلت بالباطا تاع المارغرين. الباطا اللي كيلت بها الوزن تاعها 250 غرام. درت 4 كيلات راح نقسمهم على 3 خبزات. الكسرة هذه أسهل منها ما كانش امرأة جزائرية ما تقدر ما تعرفش تحضرها ما شاء الله. بصح أنا جيت نشاركها معكم للبنات المبتدئات، يعني البنات الصغار اللي يتعلموا. هنا حطيت 3 كيلات دقيقة، راح ندير 3 خبزات كسرة. ضفت عليهم كل خبزة ضفت عليها مغرف تاع ملح، مغرف تاع القهوة. دخلت الملح الدقيق تاعي والملح في بعضهم وبديت نبل فيها. انا ما درتلهاش زيت، درتها غير دقيق وماء وملح. الدقيق اللي خدمت به الدقيق عادي، يعني ما هوش الدقيق يعني ممتاز ولا الدقيق عادي. ضفت الكاس الاول وزيد ضفت الكاس الثاني. انسي ضيفي الماء على حساب الدقيق اللي عندك، وزيد ضفت نص كاس تاع الماء. نضيف ونشوف. هنا انا دات لي 2 كيسان ونص ماء ونسيه. والدقيق اللي عندك، كاين دقيق اللي يشرب وكاين دقيق اللي ما يشربش. درك هنا نبلها وندخلها في بعضها مليح ونحطها في ساشي ونديها نخليها ترتاح. على قد ما خليتيها ترتاح على قد ما تعطيك النتيجة اللي حبسها. وطبعا كاين اللي يبلها ويعجنها ويطيبها. انا هذيك عن نفسي كي نخدمها نكون مانيش قاعده ونخدمها نحط لها الزيت، هذه ما نحط لهاش الزيت. وفي الاخير كل اخر كيف راح يخدم. بعد ما ارتاحت لي نقولوا العجينه تاعي مليح، هنا نبدا نعجن فيها. عجني وقطعي، عجني بكف اليد وقطعي، عجنيها مليح. دوك انا نعجنها مليح ومن بعد نقسمها ونقرقبها ولا نقولوا نلوزها ونخليها نقولوا قسمة تطلق روحها، قسمة نحط طاجين يسخن ونبدا نطيب فيها. وكما تعرفوا دركا فصل الصيف، يعني ما تفكها غير كسيرة أو البينة، ولا كذلك تقدري ترافقيها مع الحمص، تقدري ترافقيها مع بطاطا السلطة، وثاني مع الفلفل الحلو. أنا وليداتي يحبوها مع الفلفل الحلو مقلي. المهم هنا بعد ما كملت قرقبتها وحطيتها ترتاح، قيس ما يسخن لي طاجين نبدا نطيب فيها. دوك هنا بديت نطرح فيها السمك. انا طرحتها، انا ما شتيهاش رقيقه بزاف، وكل اخر واش يحب، كاين اللي يشتيها رقيقه وكاين اللي يشتيها شويه ملحمه. نبدا درك نلوحها في الطاجين. بعد ما سخن الطاجين تاعي ننقبها كي تحكم روحها على الجهه التحتانيه نقلبوها، ومن بعد نزيدو ننقبوها ونتكاو عليها، نبقاو نتكاو عليها باش طيب لنا وجه واحد. وعلى ذكر الطاجين، كاين اللي طيبها في الطاجين تاع الحديد وكاين اللي طيبها في الطاجين تاع الطين. طيبي في اللي عندك. درك هنا نكمل نطيب الخبيزات تاعي تاع الكسرة ونتلاقى معكم ان شاء الله في نهاية لا فيديو. وصلت معكم لنهاية لا فيديو. نتمنى تكون الوصفة اللي شاركتها معكم ولا الكسيرة اللي شاركتها معكم نالت إعجابكم، شهيتكم في الجنة. دوك نقسم خبيزة قدامكم وتشوفوها على المباشر. جات كسرة ما شاء الله
طبعا رافقتها بالبن كما يقولوا كسيرة والبناء، وربي يهنينا، وهذا هو غدايا وغدا وليداتي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله على النعمة، والحمد لله على الصحة. واش يطلب العبد من ربي؟ يطلب ربي يخلي له صحته وما يهزش عليه نعمته، هذا واش يدوم حاجة خلاف مخلوفة. كل شيء يتسخلف غير الصحة والنعمة، كون يهزم عليك ربي عمرك ما تخل فيهم. الحمد لله على كل حال. نخليكم ونقول لكم تبقوا على خير وفي أمان الله وحفظه، ومع السلامة وإلى الملتقى إن شاء الله.